عليكم متابعين قناة معمر الأكلات العراقية. تشوفون هاي المقلوبة ولا قطرة زيت ضفت لها سوى ملعقة أكل وحدة على المي مال بزل التمن. شوفوها ما شاء الله شلون طلعت حلوة وراقية. تعالوا يا شوفوا شلون سويتها وشلون طلعت بهذا الشكل الحلو. يا هلا بيكم. السلام عليكم متابعين، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم أكلتنا مقلوبة بالدجاج لكن صحية. هسه تشوفوا تلاحظون أنا الدجاج حمسته بدون دهن، على نار هادئة. جاي تتحمس الفخاذة فورتها فورة واحدة بس طلعت الزفرة مالتها وجاي تتحمس. راح استخدم الباذنجان والبصل والفلفل والثوم، وهنا الطماطة، وهنا البهارات فلفل اسود كركم بابريكا، وطبعا راح استخدم المعجون والكجب ان شاء الله. طلعت الفخاذة. هسه راح اضيف البصل والباذنجان بالجدر مثل ما تشوفون. نخلي الباذنجان منقع ومي وملح. ضفت الباذنجان حتى شوية ياخذ قلية بسيطة مثل ما تشوفون، وراح اضيف البصل ان شاء الله مثل ما تشوفون. نضيف البصل والثوم والفلفل مثل ما تشوفون. هسه راح اضيف هاي البهارات اللي هي الفلفل والكركم والبابريكا، وراح اطبق الجدر منها لما هاي تتعرق المواد. تعرقت المواد، تسمعون الصوت مالتها، التشكشكه مالتها. هسه راح اسوي مكان للفخاذة حتى نرتبها. خليت الفخاذة جوا وخليت الخضروات عليها، البصل والثوم والفلفل والباذنجان. هسه راح اخلي طماطة. هاي صحية، ياكلها بالضغط، ياكلها ابو الكوليسترول، ما تهمه يعني ما بيها اي دهون. مثل ما تشوفون صفطت المواد. هسه راح اخلي الملح. بسم الله. هذا الملح كله مالت الاكله كله. التمن طبعا بزل تمن، بزلته خليت له صبغ زعفران وهيلتين وخليته يبزل حتى اتخلص من النشويات مالته. هسه من ضفت الملح ان شاء الله راح نضيف الصلصه اللي هي معجون، ملعقتين معجون كبار وملعقه كجر. هاي ضفت هذه المواد حتى تستوي الفخاذة لان سلقة خفيفة ما ستوتها، وهاي الخضروات حتى تستوي على كيفها. بعدين التمن اصفيه واضيفه فوقها. هذا المي مالت البزل مخليه صبغ زعفران وهيل، وراح شوية اضيف زيت عليه. وطبعا هذا راح ابزله انا التمن، فالزيت يعني نقدر نقول 3/4 واكثر راح يروح، وما خليت بس ملعقة واحدة. هذه هنا هاي مقلوبتنا. المي قليل لا تشوفونه هيجي يعني قليل. وهذا تمنه بزلته. هسه راح ابدي اشيل التمن واخليه فوق هذه المواد. اكمل نخلي التمن، اكمل التمن ان شاء الله وارجع لكم. خلينا التمن كملناه. هسه شوية انضغطه شوية وراح اعوفه يتهدر تقريبا نص ساعة على نار ناصية جدا ناصية، وارجع لكم ان شاء الله. اكلتنا شوفوها ما شاء الله، شوفوها. هاي هنا الفخذ عندي شوية لاجح، شوفوها ما شاء الله. هاي اذا صار هيك سواد عندكم شيلوه بالسكين لان ما ينوكل يعني غير صحي. فشوفوها ما شاء الله. هاي مقلوبتنا هاي صحية بدون زيت. شفتوا انتم ملعقة زيت ضفت على التمن البزل وبزلناه. شوفوا ما شاء الله يعني بالضغط ابو الكوليسترول ياكلها ما عليه اي مشكلة، وابو السكر اذا محافظ على الدواء مالته وعلاجه ياكل ما عليه ان شاء الله. ان شاء الله تاكلونها بالف عافية. ملتقانا وياكم باكلة ثانية ان شاء الله. مع السلامة.